السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سامح شاي من موقع nolira.com. إن شاء الله نكمل الجزء الثاني من الدرس الرابع. وصلنا في الدرس اللي فات اللي احنا قدرنا نحط ملفين صوت، ممكن جنب بعض وممكن تحت بعض، وبمجرد ما بنتك مسطرة أو نتك على بلاي بيبدأ هو في عرضه. وطبعا لو في صورة الصورة بتظهر هنا، مفيش صورة إذا مفيش صورة مفيش صورة هتظهر هنا في المونيتور. اوكي، دلوقتي بقى أنا عايز أركب صوت على صورة. عشان اركب صوت على صوره ممكن الاول انا مش محتاج مثلا التراك ده، فتعالى نمسحه. هضغط عليه واضغط على ديليت من الكيبورد. جميل قوي. طبعا دلوقتي تراك الصوت ده موجود، والله انا عايز اسيبه عايز امسحه بس انا كده كده مش هحتاجه، فامسحه. اتك كليك يمين عليه ديليت تراك. تمام قوي كده، انا مسحته وبقى عندي ملف الصوت بس او ملف الطبله. تعالى بقى نشد الانترو اللي احنا عاملينها، اللي هي كانت معزوله الصوت، هنشدها ونحطها على الصوت ده عشان يبقى احنا عملنا الانترو بتاعتنا كامله. فهضغط عليها ضغطه واحده، اوكي، بكليك شمال هفضل متك واسحب واعمل دراج على التايم لاين. خد بالك هو بيقول لي ما ينفعش احطها على التراك ده. شوف انت ملاحظ هو طالع فوق بيقول لي ما ينفعش احطها. ليه؟ لان التراك طبعا ده يا جماعه تراك صوت، فهو بيقول لي انت ساحب فيديو ما ينفعش احطه لك على تراك صوت. فانت عندك حاجه من اتنين، يا اما اني احطه لك فوقه. شوف خد بالك المؤشر جاي فوق الصوت، يا اما احطه لك فوقه اعمل لك تراك جديد فوق الاوديو واحطه لك، يا اما احطه لك تحته. فانت عايز ايه؟ فاقول له اوكي حطه لي فوق وسحبت. كده انا عندي الصوره معزوله وحطيت انا عليها الصوت. جميل. ممكن اتك واعمل دراج عشان اسحب لاول التايم لاين، واتك هنا واسحب لاول التايم لاين. اوكي، عايز بقى اشغل من البدايه عشان اشوف الصوت والصوره اللي انا حطيتهم على بعض، او الفيديو والصوت اللي انا حطيتهم على بعض عشان يعملوا شكل الانترو في النهايه. فهضغط هنا على play from start. بيرفكت. ده بالظبط كده يعني ابسط طريقه انك ازاي تتعامل مع التراك، مع التراكس عموما، سواء كانت الاوديو او كانت الفيديو. اوكي، طيب احنا ممكن نعمل ايه تاني؟ هقول لك ممكن نعمل ايه تاني. تعالى الاول نمسح الاثنين ده، هقف على دوت تاكد ليد، واقف على دوت تاكد ليد. تعالى مثلا نسحب ستريت فايتر. سحبت ستريت فايتر هنا وحطيته. تمام. الاولاني طبعا تراك الفيديو اهو، واللي تحته تراك تراك الصوت. تعالى كده نشغل نتك مسطره ونشغل عشان نشوف الفيديو اصلا عامل ازاي. جميل. انا بقى مش عاجبني الموسيقى دي، عايز اشيلها او احط موسيقى انا من عندي. فهاجي على اتك على التراك بتاع الموسيقى. ركز بقى معايا في الحته دي. في الاصدارات القديمه لو انت جايب ملف على بعضه زي ستريت فايتر كده، هو في الصوت وفي الصوره، لو انت جبته في الاصدارات القديمه من السوني فيجاس وعايز تمسح الصوت واتكيت على الصوت كده تكه واحده وتاكيد ديليت بيمسح الصوت. في الاصدارات الحديثه زي فوتوشوب مثلا 10 في عفوا زي السوني فيجاس 10 والسوني فيجاس 11، لو جيت تمسح بيمسح لك الاثنين مع بعض. فتعالى كده نضغط ديليت. انا المفروض ان انا عايز امسح الصوت بس واسيب الصوره او اسيب الفيديو، فهتك كده على ديليت. مسح الاثنين. اوكي، هعمل كنترول زد اعمل تراجع. طب هو مسح الاثنين ليه؟ قال لك الاثنين دولت محطوطين في جروب واحد. طب انا عشان امسح الصوت بس واسيب الصوره، او امسح الصوره واسيب الصوت، لازم افك الجروب ده. عشان افك الجروب بعمل ايه؟ بضغط على حرف اليو من الكيبورد. اضغط على حرف اليو كده انا فكيت. ممكن طريقه تانية ان انت بتضغط كليك يمين تيجي على جروب، ماشي، هنا كرييت نيو وهنا ريموف. طبعا احنا اصلا عملنا ريموف، فخلاص مش هنعملها تاني. دلوقتي احنا كده فكينا الاثنين عن بعض. تعال بقى نرفع على الصوت ونتك ديليت. اوكي، اصبح عندنا الصوره بس. حتى لو جيت اشغل هتلاقيه هو مشغل من غير صوت. بص، هاجي مسطره عشان اشغل اهو صوره بس. مسطره تاني عشان اوقف. تعالى بقى احنا نحط الصوت بتاعنا. عايزين مثلا نحط صوت الابك. نشد الابك وعلى دراج الصوت ونشيل ايدينا. جميل قوي. اعرض بقى الاثنين على بعض، نتك مسطره ونشوف. ستوب. خدت بالك من ان هو دلوقتي بقى بيعمل ايه؟ مجرد ما بتتاك هو بيبدأ يعرض. بس عايز اقول لك حاجة بسيطة. عندك لو انت عايز توقف، لو انت خدت بالك انا لما بتك مسطرة بيبدأ يعرض. طب انا عايز اوقف اهو، مثلا دلوقتي انا بتكت مسطرة هو بيعرض، واخد بالك؟ بيعرض. لو انا تكت مسطرة تاني عشان اوقف بيرجع للنقطة الاولانية. بص اهي بيرجع تاني. طب افرض انا مش عايز يرجع تاني، انا عايزه مجرد ما اوقف يقف على الصورة اللي هو لسه عارضها دلوقتي. على سبيل المثال انا دلوقتي تكت مسطرة، هو بيعمل بلاي،
انا في الحته ديت، فلنفترض ان انا عايز احط افكت، فانا عايز اثبت على دي، فقوم جاي بتك انتر. خدت بالك من تكه انتر عامل ايه؟ اما تكه انتر ثبت على الصوره اللي هو كان بيعرضها. اذا الفرق ما بين انتر وما بين السبيس او المسطره، الاثنين بيعرضوا واثنين بيوقفوا، بس سبيس بيوقف من النقطه اللي انت كنت بادئ منها، اما انتر بيوقف على النقطه اللي هو كان لسه واقف عندها وهو ايه، بيعرض. نكمل ان شاء الله في الدرس الجاي.